عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وبألف خير ان شاء الله. العائله الصغيره والكبيره كلشي لاباس عليه. كنتمنى تكونوا فرحانين وناشطين وما خاصكم حتى شي خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم انا فرحانه، قديت نصور معكم هذا الفيديو ونشاركه معكم ونتمنى القادم يكون احسن. اليوم انا فرحانه كيف قلت لكم بزاف، واخيرا غنشوف صاحبتي او الصديقه او الاخت اللي ما شفتهاش لمده 16 عام، وغنعرف اخبارها وتعرف اخباري وفين غبرت. قلت غنشارك معكم هذا الفيديو. فقت الصباح بكري، دخلت الكوزينه، جمعت المعينات، ضروري ما كيصبحوا المواعن، ومع الوليدات جبد هادي حط هادي، ضروري نخوي الكوزينه ونقيها والبوطه تكون ممسوحه والبلاكارات يكونوا نقيين. الكوزينه تجمع عاد نقدر نبدا ندير الغداء ونعجن. اليوم ما كايناش، ما غنعجنش، والغداء غدير شي حاجه خفيفه، ولكن غنصايب غنشارك معكم قريشلات وكيكه. وحنا البنات غنتلاقاو، يعني صديقات ايامات الدراسه. اتفقنا من وراء الغداء كل واحد اش غيطيب وكل واحد اش غيدي، ومع ذلك هي راه عارضه علينا العشاء، غتشدنا العشاء ومهم نمشيوش بيدينا خاويين. بالنسبه للكوزينه راه نتوما عارفين اللي درناه اليوم نعاودوه غدا، ومع هاد الصهد الله يرحمنا. ملي كتكون الكوزينه مجموعه ونقيه كتقدري تشقي على خاطرك باش ما تزادش لكم روينه على روينه. هنا من بعد ما فطرت وجمعت المواعن ديال الفطور وغسلتهم وغسلت معاهم حتى المواعن اللي كانوا، وسيق الدار. ضروري ما الصباح كدوروا على الدار وتجمعوها. وبالنسبه هنا للافابو راه دائما مع هاد الايتام مع العيد الاضحى، ضروري ما مره خصكم ديروا ليه هاد الوصفه ديال البيكربونات وديال الخل وديال المنظف ديال الاواني والمطايب. هاد البيكربونات راه رحمه، لا بالنسبه للافابوات ولا بالنسبه للدار وبالنسبه للحيط. بالنسبه صراحه راه كاين قد. وهنا كيف كتشوفوا راه خليت كلشي نقي، جمعت الكوزينه كامله، ومع ذلك غنجبد المعينات باش غنصايب الكروس باش غنصايب الكيكه، ولكن كيكونوا اقل. غنبداو القرص اولا القراشل اولا كل واحد اش كيقول لهم. غنبدا على بركه الله. السر اللي غيجيوكم ويعجبوكم ويكونوا مختلفين على القريصات الاخرين هي غناخذوا في الاول 2 معالق ديال حبه حلاوه وزنجلان والنافع، يعني كل حاجه منهم 2 معالق. وضروري غنصهدهم. شتي سخنت المقله وكنحاول غير نصهدهم شويه حتى يطلقوا النسمه ديالهم، وغنهرمشهم غير شويه بالماكينه. وهاد الطريقه اللي غندير معكم راه زوينه والمذاق ما نقولش لكم عليه. غنبداو على بركه الله. غنديروا في اناء 2 معالق ديال خميره ديال حبيبات ديال الخبز وكاس ديال السكر السنيده. عندنا ساشيه ديال نيدو حليب بودره في بلاصه نص لتر الحليب، وعندنا ساشي ديال فاني وكاس لاروب ديال زيت المائده. غنخلطوا هاد الشيء، غنزيدو 2 بيضات، كونوا على حراره المطبخ. وناخدو 2 معالق ديال اللي صهدنا وطحنا ديال حبه حلاوه وججلان والنافع، الريحه ديالتهم زوينه. غد ناخدو نفس الكاس اللي عبرنا به السكر والزيت. غناخدو 3 الكيسان ديال الماء، لان الا كان الحليب غتاخدو نص لتر الحليب. انا درت حليب مجفف نيدو، درت الماء. كان الحال بارد راه غديروه دافي الماء، كان الحال سخون راه غديروه ماء عادي. يعني حاولوا واخا يكون شويه دافي، ولكن من الاحسن مع الحال سخون غير ماء عادي من الروبيني. شويه الملحه باش يجي بنين.
وغنديرو 2 معالق ديال الخل، الخل ابيض او لا اي خل متوفر عندكم في البيت. وهنا 2 كيسان ديال قمح الصلب او الفينو، يعني الا كان بالعبار تحاولوا ديروا رابعه ديال فينو. هنا راه انا مغربلاهم. بالنسبه للفورص اللي هو باقي ما مغربلش هو اللي غنغربل دابا. الفورص كتزيدو بالتدريج شويه بشويه، غتحطوا حداكم واحد تقريبا اقل من كيلو. انا ما كملش كيلو لاني عندي 2 كيسان، عندي رابعه ديال الفينو، يعني بالرابعه ديال الفينو وبالفورص كملت كيلو، يعني بزوجهم كيلو. ولكن تحاولوا تقدروا تكملوا، تقدروا ما تكملوش، لان على حسب الجوده ديال الدقيق الفورس. كنبقاو نزيدو بالتدريج وكنديروا غير خلاط يدوي، غير بما اختار لينا شويه الخليط وراه كديروا يديكم. وكنحاولوا نخليوه مرخوف. هنا مع دابا الحال سخون كنحاولوا ما امكن ما نكثروش الخميره. انا درت في الاول درت 2 معالق كبار ديال خميره ديال الحبيبات ديال الخبز، بلا ما تزيدوا خميره ديال الحلوى، لان اغلبيه كنشوفهم كيزيدوا الخميره ديال الحلوى. كتحاولوا تكثروا الخميره بزاف ودابا الحال سخون، يعني كتخمر. تقدروا ديروا غير معلقه ونص راه تخمر. غير انا مع زربانه درت 2 معالق كبار. وكنبقاو نجمعوا بشويه بشويه. تحاولوا ما امكن ما تديروش الدقيق كامل بمره. وريحه الزرارع راه كيجيو واعرين. من الاحسن ديروا غير صهدوا غير المقله تكون سخونه وديوه جيبوا فيها، يعني ماشي تحمروه ولا. وهذيك الطحنه درت لها انا غير هرمشته، راه الريحه ديالته روعه صراحه. هنا بدا يتقال ليا، بدات كتقال العجين. غنحيد هاد الضراب اليدوي وغندير ايدي. هنا مني بدات كتجمع ليا حاولت نحيد الضراب اليدوي ودرت يديا. غير ايد وحده كافيه باش تجمعوا الخليط. وكنخليوها يعني عيننا ميزانه، كنخليوها تكون مرخوفه. هنا كيف كتشوفوا راه جمعناها وخليناها مرخوفه. وغنغطيوها يا اما ببلاستيكه يا اما خلينا حتى تضاعف الحجم ديالها. هانتوما كيف كتشوفوا راه الحجم ديالها تضاعف بزاف مع الجو سخون. داغي كتخمر. تقدروا هاد الوصفه اللي عطيتكم ديروا فيها غير معلقه ونص بدون خماره ديال الحلوى. هنا غندهنوا سطح العمل وغنحطوا فيها داك الخليط ونخرجوا منه غير هذاك الهواء ونقسموه على شكل كويرات صغار. يعني الحجم كيبقى اختياري على حسابكم نتوما شحال. غير من الاحسن يكونوا اعبار واحد. انا حاولت ندير عبار واحد، درت فيها هنايا 72 الحجم ديال الكويره. تقدروا ديروا غير 60 الا بغيتوهم صغار. انا 72 كيجينا هذا هو العبار ديالهم. دائما كنصايبهم بهذا العبار. تقدروا ديروا كبر منهم، تقدروا تشوفوا نتوما اش كتفضلوا. غير هنا هاد الكميه كامله عطاتني 35 حبه، يعني الا حاولتوا تصغروا درتوا 60 غتقدر تعطيكم 40، المهم اكثر من 40 حبه. كيبقى اختياري.
وكنضغطوا عليهم من بعد ما كنديروا الكويرات، كنضغطوا عليهم واحد الضغطه غير تكون خفيفه بالاصابع. وكنشدو دابا الخليط باش غندهنو. عندنا بيضه بالبياض ديالو بالصفر، ماشي غير الصفر بوحدو، ونيسكافي ونقطه الماء، يعني اختياري، تقدروا ديروها تقدروا ما ديروهاش، وفاني. يعني هاد الدهنه راه كتعطي واحد اللون، واحد البريق واعر الصراحه، وتقدروا تعاودوه جوج المرات في الدهن. غندهنوهم وغنديروا زنجلان. درت هنا زنجلان، انا عندي زنجلان كنقيه وكنحطو في قراعي، الوقيته اللي كنبغيه كنلقاه واجد زنجلان. ودرت زنجلان بيض جوج اشكال، ونوعت. كاينين شي وحيدات اللي درت فيهم الشكلاط، وكاينين شي وحدين خليتهم خاويين غير بحال هكا. البنه ديالتهم واعره الصراحه، ونتمنى تجربوهم. وحاولوا تضغطوا على الزنجلان لانه باش يبقى لاصق، ماشي غير يعني تدهنوا تحطوا زنجلان وتخليوه. لا، حاولوا تضغطوا عليها غير بشويه كيزيد يلصق. وكيكون هنايا في هاد الاثناء راه كيكون الفران يكون شاعل ويكون سخون. نحاولوا نشعلوا عليه غير من تحت يطيبوا، عاد نحاولوا مني يتنفخوا عاد نشعلوا الفوق. لا شكل ولا المذاق راه كيجي روعه الصراحه. هنا خرجوا لي هاد الكميه تبارك الله راه كافيه. غنعطي منهم للوليدات اللي فيهم الشكلاط، ماشي كلشي درت فيه الشكلاط. تقدروا ديروا فيه الفرماج، تقدروا ديروه تعمروه باش ما بغيتو. واللي خاوين انا حيت ما كانش واجد عندي الشكلاط، عندي غير حبات قلال، حاولت نعمر الوليدات اللي فيهم الشكلاط، والباقي راه صايبته باش غنديه معايا. تبارك الله صراحه خرجت واحد الكميه كبيره. انا كنت باغا نصيفطهم غير الفران ديال الزنقه، ولكن مع الوقت خممت شكون اللي غيدي وشكون اللي غيجيبهم. مع هاد الصهد راه الفران ملي كتشعلوه الصراحه راه كتولي الكوزينه سخونه اكثر من القياس. الواحد ملي كيكون زربان راه كيحاول يعني يديباني باللي كان. وهنا غندوزو الكيكه، كيكه ديال الحامض. هذاك الشيء اللي عندك في الثلاجه غتخدمي به. هاد الكيكه وتقدري تحطيها لضيافك ولوليداتك، كتجي روعه وكتجي لذيذه. هنا دهنا القالب ديال الكيكه. هنا راه القطر ديالو يعني 26 على 8 ولا 9 سنتيم في العرض. دهنته مع الحال سخون ودرته في الثلاجه. هنا غناخدو اناء غنديرو فيه كاس ديال السنيده، وهنا قشور ديال الحامض. انا الحامض الزهر يعني لقيته ما عنديش بواحد الكميه، عندي غير واحد الحامضات صغار خضرين. هاد الحامض الخضر راه زوين، حتى في النسمه ديالو في المذاق ديالو زوين. خديت القشره ديالو فقط من غير القشره البيضاء، وخديت 4 الحامضات لاني عندي المول ديال الكيك عندي كبير، والبيض على حراره المطبخ. نتوما واش كتوقع لكم هاد القضيه؟ مني كتكونوا باغيين شي حاجه عاد ضروري سبحان الله ضروري شي حاجه تلقاوها ناقصه في الدار. انا ما كنتش دايره بحساب باني غندي هادشي، جا هادشي على غفله، و ضروري ما كتكون شي حاجه ناقصه في الدار. هنا درتو في مولينكس، درت السنيده والحامض والبيض. غنزيد على هنا واحد كاس لاروب ديال الزيت، غنزيدو بالتدريج. وغنزيد قبصه ديال الملحه، وغنزيد كاس ونص ديال الحليب. الحليب ماشي دافي، حليب عادي يعني على حراره المطبخ. وغنزيد عصير ديال هذوك الحامضات جوج.
وقبصة الملحة ذكرتها ولا؟ المهم قبصة الملحة ضروري. هنا الدقيق على حسب الدقيق اللي عندكم خاصو يكون نوع ممتاز. هنا درت 3 الكيسان لاني المول عندي كبير، وثاني حاجه كتشوفوا واش غيتجمع على حسب الخليط. الا جمعت تقدروا 3 الكيسان، تقدروا 3 الكيسان ونص. وعندنا 2 خمارات. الدقيق كنبقاو نزيدوه بالتدريج، وضروري ما نغربلوه هو والخماره. وتقدروا ديروا هاد الكيك في اي مول عندكم. هنا 2 خمارات، وكنخلطوه غير بالضراب اليدوي باش ما نهرسوش الخماره. هنا درت غير 3 الكيسان. وفي هذا الاثناء خاصنا باش نرشوا المول ديال الكيك. شدينا الحامضه، قشور ديال الحامضه حكيتها مع ساشي ديال فاني ومع شويه السنيده، وهذا الخليط كنرشوا به المول. راه ملي كطيب الكيك كتحسوا بواحد التقرميشه في هذا الكيك. راه الصراحه راه روعه صراحه. يعني ملي كنكبوا الخليط تكون يدينا الفوق، كندخلوه على درجه الحراره يكون 180. وهالكيك عندنا واجد، ما كيكون لاصق ما والو. واصلا طيبت فيه القرص كان باقي سخون، حطيت فوق منه الكيك. هنا الوليدات داغي طلعوا حلوا لي عليها ولكن صراحه راه جات منفوخه وجات هشيشه. انا هنا ما غنقطعش، ولكن شفت قرميشه ديك السنيده جات الفوق حتى من الكيك. ها هو القالب ما ملصق ما والو. ومع غنديها معايا يعني ما جاتش باش غنقطعها، ولكن راه كيف كتشوفوا راه الروعه صراحه. هنا غنصيبوا غندوزو للكلاصاج اللي غنديروه بسكر كلاصي وعصير ديال الحامض. راه كيجي روعه صراحه. غنضيفوه بشويه بشويه حتى نحصلوا على القوام اللي بغينا. الكلاصاج اللي خاصو يكون ما يكونش ثقيل وما يكونش خفيف. هاد الكيك ديال الحامض راه يعني ما كيتطلبش شي حاجه كثيره. اي حاجه كاينه عندك في الثلاجه راه كتخدمي به. راه كيجي روعه وكيجي لذيذ وكيجي هشيش. حتى المذاق ديالو ديال الحامض، انا من عشاق المذاق ديال الحامض. وبالنسبه للقرص بغيت نشارك معكم اللي دار شي كميه كبيره. دابا مع الصيف ما تقدروش يوميا تعجنوه مع الفران والسخونيه. تقدروا تخزنوه من يبرد، كديروه في الكونجيلاتور، او لا بالنسبه للتخزين ديال 6 ايام تقدروا ديروه غير في بواطه وديروا هذاك الكارد ديال المطبخ باش باش البواطه ما تردش عليهم. كيبقى حتى اسبوع عندكم غير في الثلاجه تحت. ونتمنى الفيديو ديال اليوم يكون الاعجاب ديالكم، وحتى نتوما ما تنساوناش من اللايك وبارطاج وجيم وبتعاليق جميله بحالكم. نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. مع السلامه.